أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سكتش. في يوم جديد حضرتك نزلت عشان تروح تركب المترو وتوصل للمحطة اللي أنت عايز تروحها، وإذ فجأة تسمع الصوت Próxima estación. Sagrada Familia. احب اقول لك الحمد لله على السلامه، انت وصلت لمحطه سجرادا فاميليا في برشلونه، ما نزلتش محطه العباسيه يعني، وطلعت بره عشان تبص على واحده من اعظم الكنائس اللي اتبنت لحد دلوقتي واللي لسه ما خلصتش واللي قعدت 140 سنه كامله بتتبني. بس عشان تعرف القصه من اولها خليني اخدك في رحله لسنه 1872. وهنا في بائع جرايد اسمه جوزيف ماريا بوكابيلا عمل جمعيه وسماها الرابطه الروحيه لمحبي القديس يوسف، والجمعيه دي هي كانت صاحبه فكره وجود مبنى سجرادا فاميليا او العائله المقدسه. وفعلا بدات الجمعيه تجمع في تبرعات علشان يشتروا الارض اللي هتتبني عليها الكاتدرائيه دي، لحد ما الحمد لله سنه 1882 قدروا ان هم اشتروا الارض. وقال جوزيف جملته الشهيره: من الشعب ولاجل الشعب. طبعا الناس دي كلها الله يرحمها، احنا بنتكلم عن تاريخ من اكتر من 140 سنه. وهنا الجمعيه بدات تدور على المعماري اللي هيمسك المشروع ده، لحد ما وقع الاختيار على المعماري فرانسيسكو دي باولا ديل فيلير، اتمنى اكون بنطق اسمه صح يعني، واتكلف انه يبدا يصمم المبنى علشان يبداوا يبنوا في الكنيسه. وفعلا حطوا اول حجر الاساس للمبنى سنه 1882 تحت اشراف المهندس فرانسيسكو، واللي صممه ساعتها بطراز قوطي جميل بلمسه فنيه بالعصر بتاعهم. وقعدوا سنه كامله شغالين فيه لحد ما حصل خلافات كبيره بين الجمعيه والمهندس فرانسيسكو، طبعا بسبب ظروف ماليه وبسبب مواد الانشاء اللي كان مستخدمها والحاجات اللي زي كده، فسحبوا منه المشروع اللي هو خد تعال هات المشروع مش هتشتغل فيه تاني. وساعتها بدات الجمعيه تدور على مين المهندس اللي مؤهل ان هو يمسك المشروع ويقدر يكمله بنفس الفكر اللي كان بيتكلم فيه فرانسيسكو. مين بقى عمك المهندس اللي هيمسك المشروع ويبدا يكمل فيه؟ احب اعرفك على المهندس جوان مارتوريل. مارتوريل ده من اعظم المعماريين في وقتها، انا عايز اقول لك كمان انه كان شغال تحت ايده مهندسين كبار جدا بدأنا نسمع عنهم بعدين زي المهندس انطونيو جاودي. وهنا بدات القصه انه فعلا مارتوريل فكس للجمعيه وقال لهم ان انا هسلم المشروع ده للمساعد بتاعي، احب اعرفكم على المهندس المعماري انطونيو جاودي. وبدا جاودي يمسك المشروع ده ويبدا يبص فيه ويشوف الاوراق والتصميم والارض وكل الحاجات دي. وخليني اقول لك ان ساعتها جاودي كان المساعد بتاع مارتوريل. وهنا جاودي غير التصميم تماما وقام مكرمش التصميم ورميه ورا ظهره وقال هو مين السباك اللي كان شغال قبلي؟ انا ما ينفعش الشغل ده خالص، وبدا في التصميم تاني من الاول. ولو مش عارف جاودي فدي تبقى كارثه. جاودي من المعماريين اللي لما تشوف مبنى شكل معين زي اللي ظاهر في الصوره ده تعرف ان هو من تصميم انطونيو جاودي وش، لان جاودي كان مؤمن بالعضويه وكان بينادي بيها، وكان مؤمن بان لازم كل العناصر اللي موجوده في المبنى تكون مستوحاه من الطبيعه. عشان كده الشغل بتاع الراجل ده في التصميم بتاعه مش هتلاقي ولا خط واحد ولا افقي ولا رأس، كلها عباره عن خطوط ومنحنيات مش شارب مش حد. المهم ان اول ما عمك جاودي مسك المشروع بدا يبص له على ان هو حته قطعه فنيه محتاجه عايز يصممها بروح وفكر. بدا يبص على المبنى على انه قصيده من الحجر لازم يكون فيه سر وفكر كبير وراها، وقام غير التصميم بالكامل اللي الاستاذ فرانسيسكو عمله وبدا يستخدم الطراز النيو كاتالونيك ممزوج بالعضويه. وساعتها جاودي فعلا كان بينادي بالتصميم الحداثه الكاتالونيه الجميله. الف تحيه لعمك ميسي. بس استاذنك يعني انا همزج المشروع ده بلمسه عضويه بسيطه من الاتجاه بتاعي. وطبعا الجمعيه ما رفضتش وقالت له شوف يا عم جودي المناسب والصح واعمله. وفعلا هتلاقي ده في التصميم بتاع الكنيسه انك مش هتلاقي خط واحد ولا افق ولا راس، كلها عباره عن خطوط ممزوجه بحاجه عضويه جميله زي مثلا جذوع الشجر اللي موجوده او الغاب المتحجره اللي انت ماشي فيها او التجريد بتاع شكل الجبال علشان يتحط في المبنى بتاعك. فتعالى واحده واحده كده نبدا نمسك المشروع نحلله من بلانات وستراكشر سيستم اللي كان مميز جدا والانتيريور كمان، ونمسك الواجهات بتاعه المبنى ونبدا نحلل فيها. المبنى ده تقديريا خد اكتر من 140 سنه بيتعمل ولسه ما خلصش حتى الان. خليني اقول لك ان ده رقم كبير جدا لدرجه ان مباني عظيمه زي الاهرامات مثلا ما خدتش الوقت ده وهي بتتبني، وده كان بسبب عمك جاودي. كانوا بيقولوا له يا عم جاودي فين الرسومات عايزين نبدا ننزل في الموقع علشان نشوف، ويقول لهم ثانيه واحده بس، ثانيه واحده وهبعت لكم اللوحات على طول زي ما حضرتك بتعمل طبعا. وهو البي قاعد شغال تاني في مشروع فريلانس وسايب الكنيسه دي تولع عادي. طب ليه يا عم جاودي كده ما تخليك حلو زي تادو اندو؟ راح عمل الكنيسه كده كروتنا فيها وسماها تشيرش اوف لايت، ده كله عشان عمل لي صليب في واجهه وخلصت. ولكن ده حصل وكل الوقت الطويل ده كله بسبب ان جاودي كان مهتم بكل تفصيله في المبنى، حتى الازاز والجدران بتاعته كان مهتم بكل حته صغيره موجوده في المبنى، وده كله علشان يبعث الحاله الروحانيه جوه المبنى بتاعه واللي هي اساس الغرض من تصميم المبنى ده من قبح المستقبل وجمال الماضي. وهنا عمك جاودي قرر ان هو يصمم الكنيسه على نفس الطرز القديمه الكتالونيه المعروفه، وهي شكل البلان عباره عن صليب ويبدا يوزع فيه الايلس والترانسكريبت. ولكن جاودي هنا قرر ان هو يصمم المبنى او البلان بتاعه على شكل صليب
اكبر 5 مرات من العادي. وخليني اقول لك ان شكل الصليب في البلان ده كان شكل مقرر جدا واعتيادي زمان. فلو مثلا قررت ان انت تبص على كاتدرائية بطرس هتلاقي ان البلان بتاعها معمول على شكل الصليب، او حتى قررت تشوف كنيسة نوتردام او حتى فلورنسا هتلاقي كلهم واحد، هو شكل البلان عبارة عن صليب بس وبيبدا يوزع فيه العناصر بتاعته. ولكن جودي هنا قرر ان هو يعملها بشكل مختلف شويه، فقرر ان هو يعمل 5 ممرات طوليه او اللي بتسمى الايسلز، و3 ممرات عرضيه واللي بتسمى الترانسب. كمان لما تيجي تبدا تبص على المبنى هتلاقي شخبطه ونقط كتيره جدا. وهنا اكيد مش ابن جودي اتفق على اللوحه يعني، ولكن لان جودي قرر ان هو يعمل حركه ذكيه جدا، لانك قد تظن للوهله الاولى ان ده علشان اللوحه قديمه شويه، وده لان جودي استبدل كل العناصر الانشائيه المعفنه اللي احنا بنحاول نداريها جوه الحوائط علشان شكلها خرساني ووحش، مع انه من اغلى العناصر اللي موجوده في المبنى. اسال على طن الحديد بكام النهارده. فهنا قرر ان هو يعمل العناصر الانشائيه على شكل شجر او ما يسمى بالتري ستراكشر سيستم، وده عباره عن جذوع شجر بتطلع وتمتد علشان تبدا ان هي تشيل المبنى. لاني خليني اقول لك ان الغرض في الاول وفي الاخر من العنصر الانشائي اللي موجود ان هو يتحمل الاحمال بتاعه المبنى. وكمان كان شايف ان ده هيضيف لمسه جماليه في الانتيريور بتاع المشروع، لانه كان بيفكر انه مش عايز العلاقه ما بين الاب والمصلين انها تنقطع، زي ما حضرتك كده بتروح تستخبى ورا الاعمده علشان تضحك. جودي كان بيفكر في كل تفصيله صغيره في العناصر بتاعه المبنى، وكان بيحترم جدا علاقه المصلي بالاب، وان العلاقه دي روحانيه وما ينفعش ان اي حاجه تقطعها لاي سبب. وهنعرف قدام كمان ان هو مصمم حاجات بطريقه مش عاديه شويه علشان ستيل يحافظ على العلاقه الروحانيه اللي موجوده في المكان. ولو جينا نبدا نبص على الشكل في البلان بتاعك وعلى شكل الصليب، فهنلاقي ان العنصر اللي موجود فوق عادي زي كل الكنايس هو المسبح او الحنيه لو بنطقها صح يعني، ودي قرر ان هو يحطها في راس الصليب ويكون حواليها 7 مصليات، وكمان في سلمين حلزونيين موجودين في المبنى يمين وشمال علشان يكون العنصر الاتصال الرأسي اللي موجود في المسبح ده. غير ان ورا المسبح على طول موجود منطقه الكورس، ولو مش عارف ايه ده فحب اقول لك ان ده المكان اللي بيجتمع فيه المرتلين اثناء الصلاه. وخليني اقول لك ان جودي عمل واحده من اكبر الاماكن في الكنائس كلها، لان الافريج بتاع المكان ده في الكنائس بيكون من 10 ل 50 فرد مرتل بس، انما جودي قرر ان هو يحط 1500 فرد مرتل موجود في المكان ده، وده عدد كبير جدا بالنسبه لباقي الكنائس. كمان ده بينقلنا لاهم عنصر موجود في المبنى وهو الرواق او الكلوستر زي ما بيقولوا، واللي كان ده فعلا هو الجزء الغريب اللي موجود في المبنى، لاننا لو بصينا في اغلب الكنائس هنلاقي ان الرواق ده موجود في النص وعباره عن ممر واحد مسقوف، وكمان بيبقى في اتجاه واحد من الكنيسه. لكن جودي هنا قرر ان هو يكون محيط بالكنيسه كلها، وده علشان يبقى حلقه وسط، وكمان لو في حفل زفاف او في اي حاجه فما يقطعش الناس اللي بتصلي بسبب الصوت الخارجي اللي جاي من بره. لان جودي من اهم الحاجات اللي كان بينادي بيها في التصاميم بتاعته هي العلاقه الروحانيه اللي انت رايح المكان ده عشان تعمله، واللي كمان بيظهر في شكل الشبابيك اللي موجوده، لانه كان بيحاول على قد ما يقدر ان الضوء ما يدخلش مباشر علشان ما يرضيش الناس اللي بتصلي جوه. لان فلسفه جودي في الاضاءه ما كانتش عباره عن عنصر عادي موجود وظيفته الوحيده ان هو ينور المكان، لا ده كان بيحاول ان هو يخلق انكسارات وشويه حاجات كده بسيطه عشان ما تدخلش الاضاءه بشكل مباشر وتبوظ العلاقه اللي هو بيحاول يبنيها في التصميم بتاعه. وجودي ساعتها كان بيقول ان المجد هو النور، والنور يعطي الفرح، والفرح هو بهجه الروح. الله عليه. لحد هنا مهندس جودي حط كل الفيجن الكامله بتاعته، ولكن تنتهي حياته سنه 1928. وخليني اقول لك ان جودي قعد اكتر من 40 سنه بيشرف على المشروع بجانب الشغل بتاعه التاني لحد ما يتوفى. خليني كمان اقول لك ان من بعد جودي ومن بعد وفاته حصل حروب كتيره جدا ادت ان كل الحاجات دي تتمحي، وبسبب الحروب اللي موجوده والقذف جزء كبير من الكنيسه يتدمر وكل الورقيات بتاعه المشروع تتمحي تماما. فكل الاحلام والخيالات اللي كان جودي بيرسمها من بلانات وواجهات وستراكشر سيستم وغيره كلها بتتمحي، وتبدا الاعضاء اللي موجودين او الباقيين لسه في الجمعيه يحاولوا ان هم يشوفوا حد يكمل نفس المسيره بتاعه جودي علشان يكملوا المبنى الهائل ده. وهنا زي ما قلنا ان جودي توفى سنه 1928 او 26 تقريبا. ومن هنا بعد ما كل المخططات طارت فبدا الباحثين ان هم يكملوا نفس الخطه بتاع جودي، فمن بعده اتولى معماريين كتار جدا علشان يكملوا التصميم الجميل ده ويقدروا ان هم ينفذوا المبنى بنفس التفاصيل بتاع جودي بالظبط. وكانوا بيحاولوا ان هم يشوفوا نفس النقوش اللي اتبنت، لانه قبل ما جودي ما يموت وقبل ما الحروب دي ما تحصل كان تقريبا نص المبنى من بره اتعمل، فكانوا بيحاولوا ان هم ياخدوا النص الثاني ده ويعملوه ميرور
على شفافات كده علشان المبنى يطلع متناسق ويطلع حاجه واحده. فمن بعده هنلاقي في معماريين كبار جدا مسكوا المشروع، زي مثلا دومينيك سوجرانيس، او زي مثلا فرانسيسكو كوينتانا لو بنطقه صح برضه، وحتى جوردي بونيه وجوردي فوليه وناس كتيره جدا غيرهم، علشان يقدر ان هم يكملوا نفس الخطه بتاع جودي في قلب وقت كان فيه حروب كبيره زي الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه والحرب الاهليه، وحروب كبيره جدا موجوده في المنطقه في وقتها. وده طبعا لان اسبانيا كان في وقت من الاوقات بتمر بكميه حروب مش طبيعيه، ولكن المبنى فضل زي ما هو. ده حتى في حرب من الحروب جزء من المبنى ولع. المهم ان هم كملوا نفس الفيجن بتاع الجودي واللي كان حاططها عشان يقدر ان هم يكملوا التصميم بتاعه. فاوريدي كان الاساس او البيز بتاع المبنى اتعمل، او البلان يعتبر خلص كله، وكان ناقص انه يكمل الاستراكشر سيستم والواجهات الخارجيه بتاعته. زي ما قلنا ان هو كان نص المبنى خلصان، فكانوا عايزين ان هم يعكسوه الناحيه الثانيه. ومن هنا ظهر فكره الثلاث واجهات الاساسيه بتوع المبنى، وهم واجهه الميلاد وواجهه الالام وواجهه المجد. فلو جينا بصينا على واجهه الميلاد هتلاقي انها اقدم واجهه ومليانه تفاصيل وزخارف تعبيريه جدا وعضويه جدا، واللي بتمثل الحياه والولاده الطبيعيه. اما الواجهه الثانيه واجهه الالام فدي حاده قاسيه شبه عاريه من الزخرفه والخطوط المستقيمه واللي بيترمي الظل عليها وعلى بعضها، ودي اللي كانت بتمثل الالام والصلب والمعاناه اللي كان بيتعرض ليها المسيح. اما واجهه المجد وهي الواجهه الاكبر والاهم في المبنى واللي لسه ما خلصتش لحد دلوقتي وتعتبر هي اخر قطعه موجوده، فدي اللي بتمثل القيامه والمجد والحياه الابديه. فوق كل ده هنلاقي 18 برج معمول. 18 برج ليه يا عم الحاج؟ قال لك في 12 برج للرسل واربع ابراج للانجيليين، كده كام؟ كده 16 برج، ناقص برجين، برج للسيده مريم وجزء للسيد المسيح. وهنا كان الجزء ده هو اكبر جزء، علشان كده هتلاقيه موجود في التقاطع بتاع الصليب. زي ما قلنا ان البلان كان على شكل الصليب، فالتقاطع اللي موجود ما بين الممر الطولي والعرضي كان هو البرج ده، واللي يعتبر البرج المركزي واطول برج موجود، واللي يقدر انه تقريبا بعد ما يخلص هيبقى حوالي ارتفاعه 172 متر ونص. وده كان من ضمن الكونديشنز اللي جودي حطها في التصميم بتاعه، علشان جودي كان مؤمن انه ما ينفعش يبقى في حاجه اكبر من الكرييتور او الخالق عملها، لانه من الابراج الكبيره اللي موجوده في برشلونه ابراج بتوصل ل 180 متر ارتفاع. فجودي ما كانش عايز يعمل حاجه توصل او تقرب من الحاجه اللي ربنا عملها. ودي مش غريبه على جودي لانه راجل مؤمن بالرب ومؤمن بالحساب والعقاب. وده بيرجعنا لنقطه مهمه جدا، وهي شكل الشبابيك اللي موجوده في المبنى، لانه هنا من ضمن التصميم او الفكر بتاع جودي انه كان عامل شبابيك زي ما قلنا ما توصلش اضاءه طبيعيه مباشره، علشان كده شكل الازاز هتلاقيه مختلف وبيتكون من قطع صغيره قريبه من الفسيفساء. وهنا عمك جودي مفكر في كل فسفوسه في الشباك. خلينا كمان نقول ان جودي كان بيفكر في كل حاجه بارقام ونقوش، وحتى التماثيل واتجاه المبنى نفسه، كل دي حاجات كان بيفكر فيها وحط الاساس بتاعها. جودي هنا مفيش تفصيله واحده بس عاملها ملهاش اي معنى، كل حاجه ليها معنى وموجوده في مكانها بالظبط. خليني كمان اقول لك ان هم كانوا بيواجهوا مشاكل كبيره جدا في الارتفاعات الضخمه اللي هو عاملها. انت بتتكلم على حاجه كانت موجوده سنه 1880، يعني حضرتك ساعتها ما كانش في حاجه اسمها ستيل اصلا، ولا كان في خرسانات ولا في كل الحاجات دي، كانت لسه الثوره بتاعتها هتبدا. وده اللي خلى المبنى ياخد وقت كبير جدا. خليني كمان اقول لك ان هم علشان يقدروا يعملوا نفس التفاصيل اللي جودي عاملها واللي راسمها بالظبط علشان يعكسوها على المبنى نفسه، كان في اجزاء بتدخل تتقطع 3D printing او CNC علشان يقدروا يقربوا من نفس الفكر بتاعه. بص على المبنى وعلى الابراج اللي موجوده فيها والتفاصيل اللي بتاعتها اللي موجوده، كل دي حاجات لازم تتعمل زي ما هي موجوده بالظبط، والا ما كناش هنشوف التحفه الفنيه. خليني كمان اقول لك ان الكنيسه دي مش مجرد كنيسه، ده عمل نحت فريد وتجربه روحانيه ملهاش مثيل. حضرتك وانت قاعد جوه مفيش حاجه واحده بس بتقطع الحاله، حتى الاعمده زي ما اتكلمنا في ان هو كان عاملها في شكل تري ستراكشر كان برضه ليها معنى وسيستم انشاء عبقري ومدروس ودرس مفتوح في ان جودي هنا كان بيوصل لنا رساله ان العماره فن ورساله لازم نأديها صح. خليني اقول لك ان هم كل سنه كانوا بيقدروا ان هو هيفتتح في السنه الجايه، واخر حاجه كانوا قايلين ان هو يتفتح في سنه 2026، ولكن لسه في بعض الاعمال متاخره ولسه شغالين فيه بايد ورجل حرفيا عشان يقدروا ان هم يفتحوه بسرعه. لكن اللي اقدر اكده لك ان ده مبنى عظيم جدا وفريد من نوعه، لدرجه ان اسبانيا ضمته من ضمن لاكتر 12 مبنى تراثي موجود في اسبانيا، وان شاء الله ربنا يوعدنا ونروح نشوف.